أول تعليق من الماجيكو أبو تريكة بعد فوز الأهلي على الداخلية في الدوري المصري الممتاز. شاهد بالفيديو ماذا قال أبو تريكة. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. الماجيكو محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أدلى بتصريحات صحفية مثيرة نقلتها الإذاعة القطرية عقب انتهاء مباراة الأهلي والداخلية اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، واقتناصه 3 نقاط غالية في مشواره في الدوري المصري الممتاز. أبو تريكة قال النادي الأهلي النهاردة قدم أداء جيد نوعا ما، يعني مش ده الأداء المطلوب اللي كل الجماهير مستنية، ولكن في أسباب للأداء ده. أبو تريكة قال إن في غيابات بالجملة في النادي الأهلي، في غيابات للعيبة مهمة جدا جدا في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي. قال كمان أبو تريكة إن ضغط المباريات اللي بيحصل مع النادي الأهلي في الفترة الحالية مش هيخليك إن أنت تتفرج على أداء يعني في جمالية من لاعبي النادي الأهلي. هتحس ان النادي الأهلي نازل عاوز يكسب المباراة بأي طريقة، وده كلام منطقي جدا من أبو تريكة، لأن فعلا النادي الأهلي مضغوط في الفترة الحالية بمباريات كبيرة جدا بسبب طبعا التأجيلات اللي حصلت للنادي الأهلي بسبب مشاركته في البطولات القارية. أبو تريكة وجه رسالة شديدة اللهجة لمارسيل كولر، وقال أنا بعتب على مارسيل كولر إن هو عنده اوراق يعني ما استخدمهاش لحد دلوقتي. كريم الدبيس اتكلم عنه بشكل يعني خاص، واتكلم عن الضوي كريستو. قال يعني ليه لا الناس دي ما تاخدش فرصة، ربما ان هم يثبتوا للمدرب عكس الرؤية اللي هو شايفها. واعتقد ان ابو تريكة معاه حق في الكلام دوت، وهو حاسس ان يعني كريم الدبيس والضوي كريستو ممكن يكونوا اضافة للنادي الاهلي، خاصة مع يعني ضيق الوقت والضغط العالي للمباريات اللي بتيجي ورا بعض. يعني النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراة. فدي كانت يعني بعض تصريحات محمد أبو تريكة اللي نقلها التلفزيون القطري عقب انتهاء المباراة مباشرة.